تخيل تصحى يوم وتبص في المراية بس بدل ما تشوف نفسك تحس إنك مش موجود، تحس إنك جثة ماشية وسط الناس، مفيش دم بيسري في عروقك، مفيش قلب بيدق، مفيش أي إحساس بالحياة، بل الأسوأ ممكن تقتنع إنك خلاص ميت رسمي وإنك المفروض تكون مدفون تحت التراب. الموضوع مش خيال علمي ولا مشهد من فيلم رعب، ده مرض نفسي حقيقي اسمه متلازمة كوتارد أو متلازمة الجثة المتحركة، وده واحد من أندر وأغرب الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان. الشخص المصاب بيكون عنده يقين تام إنه ميت، أو إنه أعضاء جسمه وقفت عن العمل، أو حتى إن فقد روحه تماما. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ الموضوع مش مجرد إحساس بالاكتئاب أو الإحباط، الشخص المصاب بيصدق فعلا إنه ميت، ممكن يقولك أنا مفيش دم في جسمي، أنا مش عايش، قلبي ما بيدقش ومفيش نفس بيطلع مني، أنا خلاص مت ووجودي هنا غلط. وفي حالات تانية المصاب ممكن يحس إن فقد أعضائه الداخلية، يعني ممكن يقتنع إن مفيش معدة أو كليته مش شغالة أو إن جسمه بدأ يتحلل حتى وهو بيتنفس قدامك، بل إن بعض الحالات وصلت إن المريض يحاول يروح المقابر بنفسه لأنه مقتنع إن المفروض يكون مدفون هناك. طيب إيه سبب المرض ده؟ لحد دلوقتي العلماء مش قادرين يحددوا سبب دقيق، لكنه غالبا بيكون مرتبط بحاجات زي الاكتئاب الحاد جدا خصوصا لو وصل لمرحلة الذهان، أمراض نفسية زي الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب، إصابات الدماغ أو الجلطات اللي بتأثر على الإدراك والوعي بالذات، بعض الأمراض العصبية زي الزهايمر أو الشلل الرعاش. العلماء اكتشفوا إن الناس المصابة بالمرض ده عندهم نشاط غير طبيعي في جزء معين من الدماغ المسؤول عن التعرف عن الوجوه وإدراك الذات، وده اللي بيخليهم يحسوا إن هم مش موجودين أو ماتوا بالفعل. طب إزاي بيتعالج المرض ده؟ رغم غرابة المرض قال إن في علاجات فعالة زي مثلا الأدوية المضادة للاكتئاب والذهان عشان تهدي الأفكار الوهمية، العلاجات بالصدمات الكهربائية وده أثبت نجاح في كتير من الحالات، العلاج النفسي اللي بيساعد الشخص على استعادة إدراكه الطبيعي بجسمه. ربنا يحميكم ويحفظكم.